السلام عليكم، اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم محمد علي من قناة هنجرب وفيديو جديد. ساعات كده ببقى ماشي في الهايبر او سوبر ماركت كبير، فبعدي اشوف حاجات كده شكلها غريب استفزك ان انت تجيبها تجربها، بس بتقف احيانا عند حتة سعر عشان ممكن تطلع الحاجة وحشة وتبقى خسرت فلوس والحاجة ما عجبتكش ومبسطتش. فانا ماشي من كام يوم لقيت المنتج ده اللي هو الكوكيز زي ما انت شفتوا في عنوان الفيديو، قلت نجربه. من غير كلام كتير كده تعالى اوريكم انا جبت ايه. جبت كوكيز بطعم كريمة البندق، ومعانا كوكيز براوني، ومعانا كوكيز بقطع الشوكولاتة، واخر حاجة معانا او اخر طعم معانا وهو بالكرامبيري. الكرامبيري ده اللي هو التوت البري. ومعانا حاجة ملهاش علاقة بالكوكيز بس انا لقيتها منتج غريب فجبته معانا، ازازة المية دي. بس شكلها عامل ازاي؟ ازازة المية دي 250 ملي وب5 جنيه. ازازة المية المعدنية اللي بنشتريها من اي كشك اي محل بتبقى 600 ملي وب3 جنيه. طيب خلينا نبدأ بقى ونقيم. تعال نبدأ بالبراوني. هو شكله بصراحة يعني ما يطمنش لان هو اكيد مركون بقاله فترة، حتى تاريخ الانتهاء خلاص يعني قرب ينتهي، كام شهر كده وينتهي. طيب ده شكله معانا. انا كنت فاكره كوكيز مدورة وكده، لكن هو حتى فعلا مرسوم على العلبة قطع مربعة مش كوكيز مدورة. هو مكتوب كريسبي شوكولات كوكيز، يعني المفروض ان هي مقرمشة. طيب تعالوا ندوق. ده شكله من قريب. تعالوا ندوق ونقول بسم الله. هي مبدئيا كده الكوكيز دي ناشفة قوي، وفعلا حاسس بقطع الشوكولاتة مقرمشة، بس مش مديني طعم البراونيز. البراونيز ده بيبقى شوكولاتة خام جدا فبيبقى طعمه قوي، لا ده مش مديني الطعم ده. بصراحة حتة النشفان اللي فيه ده مش بسطاني خالص، بداية غير مبشرة. طيب تعال نشوف اللي بعده. تاني طعم معانا بطعم الشوكولاتة الشانكس. يعني زي ما مرسوم كده المفروض ان في قطع شوكولاتة مكسرة او قطع شوكولاتة مقرمشة تبقى في الكوكيز. لو ما كنتش قلت السعر فهكتب لكم السعر على الشاشة. طب تعال نفتحه ونشوف. اه ده كوكيز. تمام، في قطع شوكولاتة زي المرسوم بالظبط. دي حاجة كويسة انك تلاقي اللي مرسوم هو اللي موجود جوه. لو بصينا كده. طب تعال ندوق ونقول بسم الله. ايوه كده بقى. ده فعلا هش، ده الكوكيز اللي انا عارفه. هو المفروض بيبقى هش، لكن الطعم الاولاني اللي هو بالبراوني ده كان كريسبي بس كان ناشف، لكن ده هش كده وبيدوب في البق، بعدين بتحس فعلا بطعم الشوكولاتة. بعد كده احنا بدأنا الحلقة من هنا. طيب تعال نشوف اللي بعده. طب خلينا نشرب بقى شوية مية من المية العجيبة اللي احنا جايبينها دي. دي شركة اسمها بيرل. هو انا جبت ليه المية دي؟ لان لقيت ان هي اولا شكلها بصوا عامل ازاي. تاني حاجة دي 250 ملي ب5 جنيه، لكن المية اللي احنا بنجيبها من اي كشك من اي سوبر ماركت بتبقى 600 ملي ب3 جنيه. يعني بحسبة بسيطة دي سعرها ضعف سعر المية اللي احنا بنشتريها، كان لازم اشوف فيها ايه مختلف. هي دي اسمها بيرل.
طيب انت مصنعة فين او مصنعة ايه؟ اسمها مستخرجة منين؟ طيب هي دي مصرية عادي يعني. طب ايه بقى، ايه اللي مغليكي كده؟ طيب تعال نفتح ونشوف. هو كاتب ان هو تفتح من هنا. وبالراحة. ده شكل الغطا. انا حاسس انها دافعة في فخامة مش اكتر يعني. تعال ندوق. يعني مش عارف هي ليه غالية اوفر كده يعني. السعر دبل سعر المية العادية. طيب تعال نرجع تاني للكوكيز. تالت طعم معانا من الكوكيز وهو بكريمة البندق. طيب هو الشكل ده مشهي قوي. انا متحمس له قوي. فتعال نفتح ونشوف. ده شكله تقريبا نفس الشكل اللي فات. بس المفروض ان ده محشي من جوه كريمة بندق. تعال ندوق. بسم الله. ده الشكل من جوه. هو فعلا محشي كريمة بندق. بس مش قوية أوي يعني. تعال نكملها ونشوف. طيب هو ده يعني الطعم إلى حد ما خفيف، بس في طعم كريمة البندق. أنا مش عارف ليه أول ما قريت كلمة كريمة بندق جه في بالي على طول نوتيلا. طبعا لا، الطعم مش نوتيلا خالص، بس طعمه حلو. تعال نروح لأغلى حاجة معانا وآخر طعم معانا، واللي هو بالتوت البري. ده وايت شوكليت أصلا. وايت شوكليت أند كرامبري، اللي هو شوكولاتة بيضة وتوت بري. مم. يعني زي ما مرسومة هنا كده، او زي اللي في الرسمة، ان هو بدل قطع الشوكولاتة الغامقة اللي على الوش هتبقى شوكولاتة بيضاء. يلا بينا نجرب. هو ده شكلها وده شكل الصورة يعني. تعالوا ندوق ونشوف. بسم الله. الطعم ده اجمد واحد فيهم. هو الحاجات الحمرا دي على فكرة دي قطع توت. فطعمها المزز مع طعم السكريات اللي في الشوكولاتة وفي الكوكيز عمل ميكس كده ما بين المزازة والمسكر. فعمل طعم هايل. الطعم ده عايز له على الصبح كده كوباية شاي بلبن واتنين من دول، تضربهم كده تستمج وتستجم وتنزل كده فايق شغلك. طيب تعالوا نلخص بقى الفيديو. طب لو جينا نلخص الحلقة، فرقم واحد معايا هيكون التوت البري بالشوكولاتة البيضاء بلا منازع طبعا. رقم اتنين هيكون اللي هو بالكريمة البندق. ورقم تلاتة بالنسبة لي كوكيز بقطع الشوكولاتة، يعني كانت هشة وحلوة وقطع شوكولاتة وخلاص. بس طبعا في كل الأحوال أحسن من البراونيز بكتير. أما بالنسبة للمية دي مش مفهومة، دي هي ليه سعرها أوفر وسعرها دبل باقي الأسعار؟ فمش عارف. أكيد مش هجيبها تاني، هي ولا البراونيز. بس كده، دي كانت حلقة النهاردة. حلقة خفيفة ظريفة طعمة. ولو انت وصلت لغاية هنا فمتنساش تعمل لايك وتشير الفيديو. لو انت بتتفرج من ضمن ال77% اللي مش مشتركين وبتفرجوا على الفيديو، اشترك، مش تخسر حاجة لو اشتركت. شيروا الفيديو بقى في جروباتكم وفي واتسابكم وعلى الفيسبوك. وشكرا لكم. عايز دلوقتي كوباية شاي بلبن مع الكوكيز دي. هو هو هو. ماشي، روح انت، يلا سلام. سيبوني انا مع الكوكيز والشاي بلبن ده. يلا سلام سلام، في امان الله، مع السلامة. اللايك والشير، مع السلامة. سلام 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 كده. كوكيز بقى مع الشاي بلبن.
ايه ده انتوا لسه قاعدين؟ طب سلام سلام بقى، مع السلامة، سلام. روحوا انتوا خلاص وانا سيبوني هنا. ماشي، مع السلامة، سلام 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 سلام.